في هذا الفيديو غادي نشوفوا سعودي كيهضر على واش توقع له مع الجزائريين، قصه اللي زوينه بزاف وكتبين الكرم ديال الشعب الجزائري والتربيه ديالهم. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس حصل لي موقف بصراحة يعني شيء موقف والله يعني ما كنت أتمنى إني وديت طبعا هم اثنين من الجزائر ماخذين جايين هنا الرياض يتمشون، فجايوا هنا الرياض ولهم حوالي أسبوع على حد قوله يعني، فتمشوا في الرياض واللي عليه بالخير. أنا بعدين عرفت منهم السالفة، لكن إيش اللي حصل أمس في الساعة يمكن حوالي 1 في الليل أو 1:30 طلعت، كان عندي مشوار وأطالع كده على اليمين ولا في سيارة معطلة، سيارة جديدة طبعا. جنبت عندهم، طلعوا أخواننا من الجزائر ولقيت الكفر مبنشر، فسلمت عليهم وأخذنا فكينا الكفر مع بعض ورحت وديتهم البنشر وركبوا الكفر، وكانت رحلتهم الصباح على الجزائر. فرحت معاهم لغاية المطار، صلحنا السيارة ورحت معاهم المطار وجلست معاهم في المطار وعزمتهم على القهوة هناك في المطار، واخذنا طبعا اخذت لهم وجبات وانا اكلت معاهم، مع اني انا ما اتعشى بصراحة في الليل، ما اتعشى، بس قلت عشان ابو رفضوا تماما، والله ما تدفع، قلت والله ما تسافروا من هنا لين اكرمكم. ولو الوقت بدري كان والله اعزمهم على مفطح. اخواننا الجزائر غاليين على قلوبنا، و يعني اخذت لهم برضو هدايا من المطار، شريت لكل واحد هدية، قلت عشان يا اخي معرفة الرجال تجارة، معرفة الرجال تجارة. فسلمت عليهم والله ما هو خسارة فيهم، وتعرفت عليهم واخذوا رقم جوالي واخذت ارقامهم. فسبحان الله الخير اعملوا يا اخي، لا تكون انسان سلبي، يعني تمر من مكان تشوف واحد معطل، يا اخي جنب شوف ايش عنده، قد يكون مريض، قد يكون معطل، قد يكون محتاج احد. فهذول شوفوا وين، من الجزائر، من الجزائر يعني. جلست معاهم لغاية الساعة 4 الفجر ورجعت البيت. ناس محترمين جدا، وهم رايحين في الصالة، صالة المغادرة، فيهم واحد جلس يبكي ويضمني ويسلم علي، يقول لي يا أخي أنا ما أدري أنت من فين الله أرسلك لنا. قلت له مو هو للدرجة هذه؟ قال والله العظيم أنت شهم ابن شهم، وقام يمدح وأي خدمة، وهذا رقم جوالي، وأتمنى أرجوك، يقول لي أتمنى أرجوك أنك تجينا الجزائر، والله راح نسوي لك حفلة كبيرة. قلت له لا يا أخي، لا حفلة كبيرة ولا شيء، حنا السعوديين ما أبدا يعني ما ننتظر من أحد إنه يعني يعطينا المثل أو يعني يرد لنا الجميل. حنا الجميل هذا نسويه للكل بصرف النظر عن الجنسية، سواء أمريكي، روسي، جزائري، مصري، باكستاني، هندي. إحنا السعوديين هذا طبعنا، نحب الخير للجميع ولا ننتظر الرد. فسبحان الله راح وهو يبكي ويقول أرجوك، يعني وصل الجزائر وارسل لي رسالة قال لي الحمد لله أنا وصلت وهذا رقمي، وأرجوك الله يخليك حاول تجينا الجزائر. لكن إن شاء الله بإذن الله بمشيئة الله لو حصل فرصة راح نروح الجزائر وراح نسلم على أخونا في الله. هذه بس القصة قلتها لكم، إنه أنت اعمل الخير وقطة في البحر، أو قطة في البحر على قول الأخوان الخليجيين، لا تنتظر الرد. شير الفيديو ولا تنسون الناس من فعل الخير لهم. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبك الفيديو خلي لايك، وقلنا الآراء ديالك في الكومنتير، تهلاو.